سجن صيدنايا هو أحد أكثر السجون العسكرية تحصيناً في عهد نظام حافظ الأسد ومن بعده نجله بشار الأسد، وأطلق عليه لقب السجن الأحمر في إشارة لعمليات القتل والتعذيب الدموية، حيث كان الآلاف من السوريين محتجزين دون أي جريمة. ومع إسقاط نظام الأسد في 8 من الشهر الجاري فتحت أبواب السجون السورية. عدسة روج آفا التقت بأبو زيد رمضان الذي أمضى 7 سنوات في سجن صيدنايا لأنه كردي، حيث تعرض لقسوة كبيرة من الخدمة العسكرية حتى الاعتقال. ما حكوا معي ضليت منفردة عم باكل واشرب عندي التواليت. بعد شهرين كل يوم قتل، وليش هربت ووين كنت ومع مين كنت، لو أنا كردي دافع عن وطنه عند الكراد مو عند العرب. عياط وصريخ، حتى في نسوان، صوت نسوان وولاد صغار عم يعيطوا. السيدة مثل خرطوم مي عم كبوا عليها وتعيط، وابنها الصغير جنبها الصغير قدامه. أبو زيد رمضان لم يرى الشمس في سجن صيدنايا منذ 7 سنوات، وبسبب وحشية وتعذيب النظام تم التنكيل بجسده حتى أنه نسي لغته الأم إلى حد ما. ما صوت عياط والصريخ، وفجأة اختفى الصوت. كل يومين 3 اطلع على الدولاب قبل ما انعدم. كل يوم اطلع على الدولاب اكل كهرباء، يشغلوا الدخان، يطفوا السيجارة بخلفيتي، ويشتغلوا يسمع صوت الأرجيلة وزيتوا فحم هون كتير. قال انت كردي؟ قلت له ايه. قال لي لسانك تقيل بالعربي. قلت له انا كردي. اجوا شالوني وطلعوني مسا حتى وصلوني عند الباب. عم قالوا العالم اللي رايحة خدوه معكم، الزلمة ما فيه يمشي. كما تمنت عمة أبو زيد أمينة صبري أن يفرح أهل سوريا برؤية أسراهم المفقودين. لقد عاد ابننا إلى البيت، لم نكن نصدق حتى هذه اللحظة. منذ سنوات نصبنا له خيمة عزاء تحسبا منا إنه توفى. أمضى 11 عاما منذ خدمته العسكرية وحتى اليوم وهو غائب في السجن، ونحن سعداء جدا بعودته إلى المنزل، ونتمنى للجميع الخروج من تلك المعتقلات وأن ترى العوائل أبناؤها الأبرياء والمفقودين. هذا ورغم سعادة الشعب السوري بهزيمة نظام الأسد، إلا أن العديد من العائلات السورية لا تزال تنتظر معلومات عن سجنائها الذين ظل مصيرهم مجهولا منذ سنوات.